لا، مستحيل. شنو هذا التحليل؟ أنا ما أقدر أخلف أبدا. هل جملتي كانت آخر شيء قاله سالم الغانم قبل لا يطيح الكرسي من تحته؟ دكتور كبير، مستشفى فخم، ونتيجة وحدة قلبت حياته فوق تحت. سالم مليونير معروف، ورث شركات أبوه، ويعيش بين الفلل والسيارات الفارهة. لكن داخل قلبه فراغ ما يعرفه أحد. طول عمره يتمنى يكون له طفل يشيل اسمه، وبعدها لصدمه عرف إن أمنيته مستحيلة. وبين لحظة ولحظة طاح بسواد اكتئاب ما قدر يطلع منه. بعد أسبوع، يوم كان قاعد مع رفيجه القديم ناصر، قاله الأخير: يا سالم، شد حيلك. تبي تنس؟ سو شي مجنون. جرب تعيش حياة غير حياتك، غير جوك، أو تزوج بنت بسيطة تقدر تحبك على حقيقتك، مو على فلوسك. ضحك سالم بمرارة: ومن بترضى فيني وأنا ما أخلف؟ ناصر رفع حاجبه وقال: لا تقول حق أحد، مو لازم يعرفون. تظاهر إنك رجال بسيط، بس عشين تجرب تحس بالإحساس اللي فقدته. يمكن ترتاح. هل لك لم صدم سالم؟ لكن بعد كم يوم قرر يسويها. لبس ثياب عادية، شال ساعته الغالية، وبدل سيارته بلاند كروزر قديم، وراح صوب القرى اللي برا المدينة. هناك شاف شيخة، بنت فقيرة تشتغل في محل خضرة، عيونها صافية وتضحك من قلب. ما كانت تدري من قدامها، ولا كان يهمها شنو يملك. انجذب لها من أول نظرة. سالم صار يمر المحل كل يوم، يساعدها، يضحك معاها، وكانت تشافه إنسان طيب، مو مليونير مزيف. ومع الأيام قال لها سالم: يا شيخة، أنا أبي أتزوجك. تفاجأت: تتزوجني وأنا ما عندي شيء، حتى بيت ما أملكه. ابتسم وقال: أنا أبي قلبك، مو فلوس. وافقت بعد تردد طويل، وتم الزواج في حفلة صغيرة جدا. شيخة كانت تحبه بصدق، وتخاف عليه وتدعي له كل ليلة. أما سالم فكان ينازع بين سعادته معها وبين ذنب الكذبة اللي ما قدر يقولها. مرت شهور، وشيخة صارت تحلم باليوم اللي تمسك فيه طفلها الأول. كانت تحجي لسالم بحماس عن الأطفال. تدري، أحس لو صار لنا ولد يشبهك بيكون أجمل طفل بالدنيا. وقلب سالم كان ينكسر كل مرة. وفي يوم اكتشفت شيخة إنها ما حملت رغم مرور الوقت. راحت مستشفى وسوت فحوصات، وبعد ساعات طلعت المرتاعة أيدها ترتجف وهي تمسك النتيجة، لكنها ما تكلمت. رجعت البيت ودخلت على سالم، عيونها ممتلئة دموع، وقالت بكل هدوء: سالم، أبي أفهم، ليش من أول ما تزوجنا كانت ترتبك كل ما أتكلم عن الأطفال؟ سالم تلعثم: شيخة، أنا. قاطعت كلامه ورفعت الورقة. الدكتور قال إني سليمة، يعني المشكلة مو فيني. صح. انهار سالم وجلس على الأرض. قيل: المشكلة فيني أنا. أنا ما أقدر أخلف، وخفت لو قلت لك تتركيني. سكتت شيخة لحظات، وبعدين نزلت عنده وجلست يمه تحط يدها على صدره. لو أبي فلوس أو جاه كان ما قبلت فيك يوم كنت تقول إنك فقير. أنا تزوجتك لأن قلبك نظيف، مو لأنك تعطيني ولد. دموع سالم نزلت لأول مرة من سنين، وبعد ساعات من الصمت قالت له شيخة كلمة غيرت حياته: إحنا نقدر نكون أم وأب، حتى لو ما كان من دمنا.
الدنيا فيها أطفال كثير محتاجين حضن. بها اللحظة. حس سالم إنه لقي الشيء الوحيد اللي كان يدور عليه طول عمره. حب حقيقي. ما ينباع ولا ينشر.